السلام عليكم خاوتي، في عدد جديد. اليوم نحكو على تاني أفضل موهبة تقدر تمد الإضافة للمنتخب الوطني الجزائري حاليا. قلنا نحكو على 5 لاعبين. أول لاعب حكينا عليه هو أمين غويري، وقلنا المنتخب بحاجة ماسة إلى رأس حربة، وأمين يقدر يكون حل أفضل سلاح للمنتخب الوطني في المنصب هذا حاليا. تاني لاعب قدم موسم رائع جدا جدا، ويلعب في أكثر منصب يحتاجه المنتخب الوطني. قبل ما نحكو في هذا اللاعب نعاود نولو الماضي. سنة 1994 الجزائر ضيعت أسطورة كروية صنعت مجد فرنسا كرويا، اللي خلاها سنة 1998 تفوز بأول كأس عالم في تاريخها. زين الدين زيدان نجم اليوفي وريال مدريد سابقا، ذو الأصول الجزائرية من قرية أقمون آيت سليمان ولاية بجاية. زيزو استقر بإسبانيا بعد الاعتزال، وصار أب لأبناء عندهم 3 أصول: فرنسا، إسبانيا والجزائر. أكبرهم هو إنزو، اللي كان الجميع يتوقع بروز تاعو نظرا للمهارة الكبيرة اللي يتمتع بها والتألق الكبير مع شبان ريال مدريد، لكن في الأخير لم ينجح. مسيرة تاعو كانت متعثرة ومليئة بالإعارات، والآن هو في القسم الثالث يلعب لنادي اسمه فوينلا برادا. ثانيا عندنا إنزو، عنده خوتو الصغار تيو اللي مازال مع ريال مدريد لا كاستيا، ويلعب مع المنتخب الفرنسي للشبان. وإلياس 17 سنة عنده عقد احترافي مع ريال مدريد، ويلعب مع شبان فرنسا أيضا. حنا اللي يهمنا في الموضوع هذا تاع اليوم خوهم الرابع هو لوكا زيدان، الحارس تاع إيبار المتألق هذا الموسم. لوكا زيدان 24 سنة، تدرج في الأصناف الصغرى لريال مدريد كما خاوته، ولعب أيضا مع المنتخبات الشبانية لفرنسا. لوكا في 2015 تم تلقيبه بإيكار كاسياس. علاش؟ بعد التألق تاعو في اليورو تحت 17 سنة، خاصة في مباراة النصف النهائي اللي تصدى فيها 3 ضربات ترجيح وكان فوز لفرنسا بالدورة، لكن اسمه العائلي أثر عليه بالسلب، وما قدرش يتحمل الضغط اللي كان كبير عليه، وما قدرش يكسب مكانه في ريال مدريد نظرا لوجود حراس عالميين بقيمة كاسياس، نافاس وكورتوا. تمت إعارة الحارس لوكا زيدان لفريق راسينغ، ثم قام ريال مدريد ببيع اللاعب لريو فاليكانو، ثم انتقل للليغ 2 لفريق ايبار، وين لقى روحه بزاف مع النادي وساهم بشكل كبير في عودته للليغ 1 لا ليغا اونا. وتصديات رائعة لهذا الحارس شفنا هذا الموسم، ريفلكس ممتاز، الخروج في الكرات الثابتة، ويمد زيادة عددية للدفاع نظرا لخروجه السريع الدائم وتعويضه لقلب الدفاع. عنده جودة كبيرة، يلعب مليح برجليه، حارس مرمى عصري، وهذا بسبب التكوين الجيد للوكا. بالإضافة على كل هذا 13 كلينشيت قام بهم هذا الموسم لوكا مع الفريق تاعو، ولعب 2430 دقيقة، حاصلة ممتازة. مع الأول كان احتياطي مع الفريق تاعو في بداية الموسم، لكن لما أخذ الفرصة ما تركش مكانه، وتحسنت نتائج أيبار كثيرا كثيرا. لو نتكلم من جانب المنتخب الوطني، سنة 2010 كما على بالكم عرفنا أسطورة في حراسة المرمى في لقاء إنجلترا لما غلط شاوشي في مباراة سلوفينيا. اكتشفنا رايس وهاب أمبولحي اللي كان رئيس مرماه بأتم معنى الكلمة. فرحنا في عدة مناسبات، لكن فرحنا في عديد من المناسبات، لكن جاء الوقت باش يتعوض. عندنا حارسين ملاح، زغبة وماندريا، لكن نريد ونتعطش للأفضل، نريد منافسة شرسة في هذا المنصب. لوكا زيدان هو الحل أمثل حاليا. منذ 2020 عندي معلومات باللي أرحب فكرة الانضمام للمنتخب الجزائري للجزائر من طرف الأقارب تاعو، لكن ما جاهش عرض. الآن في هذه الفترة ماذا بينا يحدث ذلك بعد التوهج تاعو. والكلمة الأخيرة تعود الأكيد للكوتش جمال بالماضي اللي هو على بالو شو يدير، لكن احنا نتمناو هذا اللاعب يكون في المنتخب الجزائري. هذا رأينا، وكل واحد حر في رأيه. وقولوا لي في تعليقاتكم في التعليقات وش رايكم في لوكا زيدان، وش رايكم في قدوم لوكا زيدان، هل يقدر يمد الإضافة، وهل ترحبون بقدوم لوكا زيدان؟
وش رايكم في اللاعب الثالث اللي راح نطرحه. يعني عندي لاعب ثالث راه في راسي راح نحكيه على المواهب الخمسه اللي قلتهم. اعطوني التوقع تاعكم شكون اللاعب الثالث اللي حنحكي عليه. هاي السلام عليكم خوتي، بطلوا في روحكم، سلام.